مساء الخير عليكم يا أغلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، ربنا يجعلها أيام خير علينا كلنا، اللهم آمين. إن شاء الله نبتدي نعمل مع بعض سلسلة من الحلويات من خلالها هنتعلم حاجات كتير ما كناش نعرفها. هنبتدي نعمل مع بعض النهاردة تارت الكنافة بطريقة سهلة ومبسطة، وازاي نعمل مع بعض كريمة تشيز من البيت، وازاي نعرف البدايل بتاعتها عشان نوفر شوية في التكلفة. طبعا التارت ده عشان تشتريه من بره عايزة مبلغ فلكي، دلوقتي الأسعار كلها اتضاعفت والدنيا جميلة. فهنبتدي بقى نعمل الحاجات دي من البيت ونفرح ولادنا. يلا نبدأ ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنسمي الله ونبدأ في مكوناتنا على طول. معايا نص كيلو من الكنافة، ومعايا كمان مقدار من كوباية لكوباية ونص من السمن البلدي، وبخلطها شوية صغيرين من الزيت وبسيحها، وبعد كده ببتدي اوزعها على كمية الكنافة بتاعتي. طبعا انا بعد ما فككتها من بعض كده وخليتها مفيش واحدة ماسكة التانية، لازم نبتدي نفرد الكنافة وتنشف وتبقى كويسة كده، عشان لما تيجي تمتص السمن البلدي يطلع معانا في الاخر ما شاء الله كده مقرمشة وطعمها حلو. وببتدي بعد كده، بعد ما قلبت السمن البلدي كلها في الكنافة ودهنت طبعا طبقة في الصينية اللي هشتغل فيها من السمن برضو، ببتدي بقى ايه افردها بالشكل ده كده واسوي السطح بتاعها، واحاول اعملها كلها سطح واحد. اهم حاجة وانا شغالة كده ببتدي افرد الكنافة وافتحها من بعض، واحط بقى ايه في الجناب والاماكن اللي ما فيهاش. وبعد ما بخلص ببتدي اعمل فريم كده او اطار للصينية اللي احنا شغالين عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة اوقف كده طبقة على الجنب عشان هو ده اللي هيبين في الاخر شكل التارت. التارت معروف ان هو ليه اطار، وبعدين بندي بعد كده حشوات اللي احنا عايزينها في النص، وبندي كده في الاخر توبنج يبين التارت دوت مكون من ايه بالظبط، او هنديه بطعم ايه من الفاكهة بتاعتنا، او ممكن نديله صوصات في الاخر. دي طبعا ترجع لكم انتوا حسب المتواجد ومتوفر عندنا. وبعد كده بنضغط على الأحرف والجوانب دي كويس جدا، عشان لو في مناطق بتبقى هابطة شوية بنزودها شوية كنافة خفيفة، في مناطق تانية بتبقى مظبوطة فبنكمل على نفس السمك، عشان في الآخر التسوية تطلع واحدة، الشكل موحد، وتبقى كلها مقرمشة كده ولونها جميل. طبعا وانا بضغط على الأحرف أو الجانب بتاعه ببتدي أضغط برضو في الأرضية، يعني من ناحيتين، عشان كلها تطلع مظبوطة معانا بعد كده. وبعد ما جهزناها وخلاص بقت كلها متساوية زي ما انتوا شايفين، ببتدي ادخلها فرن على نار متوسطة. ما بتاخدش وقت في التسوية، ممكن نصاية كده وتكون جاهزة معايا. في الوقت ده هنحضر كريمة الحشو اللي احنا هنشتغل عليها. معايا كريمة خفق هبتدي اعاير بيها مقدار شوب كبير، ممكن نستبدلها طبعا بطبق قشطة وعليه معلقتين كبار أو 3 من الكريم شانتيه، هيدينا نفس طعم الكريمة الخفق. وبعد كده بديها الإضافات بتاعتي: معلقة كبيرة من اللبن البودر، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، وشوية من الفانيلا. اهتموا بالتفاصيل لأن ده اللي هيطلع الطعم المظبوط. وهقلب بالراحة كده في اتجاه واحد عشان البودر ده ما يبهدلش الدنيا. وببتدي أشغل المضرب الكهربائي وهخفق المكونات بتاعتي في اتجاه واحد وازود السرعة بالتدريج. ما ينفعش ندي سرعة عالية وننزل فجأة، ممكن تعمل شوك وتفصل مني. ما بتاخدش وقت، 5 دقايق وبقت جاهزة بالشكل ده كده. هنا بقى هدي الإضافات بتاعتي. عندي جبنة كريمي هنزل من معلقتين ل3 معالق كبار. كل ما كان الجبنة كريمي كويسة طعمها حلو، كل ما عززت القوام والنكهة كمان. المرة دي مش هنعمل تشيز كيك، هنعمل تشيز كنافة. وهضيف معلقتين كبار من السكر البودر. هتلاحظوا ان دي اول اضافة للسكر في وصفة النهاردة. كل ما كان السكر قليل كل ما كان طعم الحلويات اللي هتعملوها جميل ومناسب وطالع مظبوط ومايل للجاهزة اكتر. حتى لو في حد تعبان مريض سكر هياكل بكل ارتياحية ومش هيتعب ولا في يكون ليه اي اثار جانبية. وبكمل خفق حاجة بسيطة كده لحد ما كله يمتزج مع بعض. هنا بدي آخر إضافة، ودي نص معلقة كبيرة من الجيلاتين على معلقة كبيرة من المية الدافية، وبخفق كويس جدا وبدوب المكونات مع بعض وبضيفها للخليط. دي بتعزز القوام، بتخليه سميك ومتماسك أكتر. وبكمل خفق في اتجاه واحد بنفس الطريقة دي كده. أهم حاجة ما نزودش في الخفق عشان الحاجات دي ما تفصلش مننا زي ما اتفقنا. يعني بالظبط دقيقتين وبيبقى خلاص القوام متماسك وجاهز بالشكل ده. ما شاء الله دي حشوات تنفع لأكتر من حاجة. تعالوا بقى ندي التوبنج.
أي نوع فاكهة بتحبوه، يعني إحنا كلنا بنفضّل طعم المانجا مع الكريمة مع الكنافة، إحنا اتعودنا على الطعم ده بصراحة بيبقى رهيب. حابين تضيفوا مثلًا فراولة تعملوها صوص، أوكي، عايزين تعملوا لو في كريز، لو في كيوي، لو في تفاح، يعني الفاكهة المتواجدة واللي انتوا بتفضلوها أكتر. طبعا المانجا ما بيختلفش عليها اتنين. ولو عندكوا جيلي تلميع بيبقى في الآخر الشكل العام جميل جدا، وخاصة تدهنوه للفاكهة اللي هي بتتأكسد بسرعة وبيتغير لونها. هقطعها بقى مكعبات صغيرة بالشكل ده عشان يسهل عليا وانا باكل الكنافة كده بالكريمة ان هي تتاكل بكل سهولة عشان اتبسط اكتر واستمتع. طبعا ممكن تقطعوها صوابع شرايح زي ما انتوا حابين يعني، بس انا بفضل القطع الصغيرة. اخر حاجة بقى معايا معلقتين كبار من جيلي المانجا، وحاطف لهم مقدار معلقتين لتلاتة كده مية دافية، وبقلبهم كويس جدا لحد ما يدوبوا خالص. دي ممكن نورنش بيها التوبنج بتاع المانجا، وممكن كمان ما نضيفهاش اساسا لان دي خطوة كده يعني سبير، يعني ممكن تضيفوها ممكن لا حسب الحاجة. ما شاء الله الكنافة بعد ما استوت ببتدي افضيها بالراحة. جميلة زي ما انتوا شايفين واخدة شكل التارت ومظبوطة ولونها ذهبي ومقرمشة وتحفة. بعد كده بنزل بالسيرب بتاعي، وبنزل بالتدريج وبنقط يعتبر عشان تطلع مقرمشة. أهم حاجة إن الكنافة تبقى سخنة جدا والشربات أو السيرب متلج، يعني لسه خارج من التلاجة. أنا ببقى عاملة كمية كبيرة وحطها في التلاجة بتقعد فترات طويلة، لأني ببقى حاطة فيها عود قرفة خشب، ده بيديها تست حلو جدا وفي نفس الوقت بتحتفظ بصلاحيتها لأطول فترة. وزي ما انتوا شايفين بنزل بنقط كده بالسيرب عشان انا عايزة اديها تست خفيف قوي من السكر، مش عايزاها تبقى مشبعة جامد بالشربات بتاعي او السيرب. هنا بعد كده بسيبها ترتاح خالص وتبرد، وبعد كده بقلب الكريمة اللي انا عملتها وبنزل بيها بالشكل ده كده. شايفين قوامها جميل قد ايه، طالعة مظبوطة، وطعمها مش هقدر اوصفها لكم جميلة قد ايه. وزي ما قلت لكم ليها بدايل كتير، ممكن نستبدل الويبن كريم بطبق حلو كده من القشطة بيدينا نفس النكهة والقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بنزل بالفاكهة بتاعتي اللي أنا مجهزاها، مانجا بقى أو أي حاجة انتوا بتفضلوها، وممكن ندي توبنج حلو كده من أي صوصات عندنا، صوص شوكولاتة أو أي صوصات تانية انتوا بتفضلوها. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، لايك وشير كتير بقى عشان الكل يستفيد. كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.